حادث الشابة البلوجر طيبة العلي يقلب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق رأسا على عقب بعد أن أنهى والدها حياتها خنقا. عادت طيبة العلي إلى العراق قبل عدة أيام للاحتفال بفوز منتخب بلادها بكأس الخليج، وزارت لأول مرة بغداد، وهناك فكرت أن تذهب للقاء والدتها قبل أن تحلق مرة أخرى إلى تركيا. كان ذلك قبل موعد رجوعها بيوم واحد، ولكن لم تلحق الذهاب إلى والدتها، فقد أتى إليها والدها إلى منزل صديقتها باليرموك حيث كانت تسكن، وخدرها وأخذها إلى محافظة الديوانية، وهناك وقعت مشادة كلامية عنيفة بين طيبة ووالدها، وحاولت أن تنهي حياتها، ولكن والدها خنقها حتى الموت. لم يهرب الأب واتجه إلى الشرطة ليسلم نفسه.